السلام عليكم، إن شاء الله النهارده هنعمل مع بعض الفول المدمس لسحور رمضان بطريقة سهلة وبسيطة جدًا، مكون واحد بس هتحطيه عليه هيخليه يديب زي الزبدة وما ياخدش وقت طويل على النار، وهيطلع معاكِ باللون الجميل اللي أنتِ شايفاه معايا ده بدون أي ألوان صناعية وبدون نشا، بقوام جميل وطعم تحفة، بس تتبعي الخطوات معايا. قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تدعموني بلايك عشان يوصل لأكبر عدد. أول حاجة معايا نُص كيلو من الفول، طبعًا يُفضّل لو يكون النوع بلدي، باجيبه وأنقّيه كويس من أي شوائب فيه، وأي حبّاية تكون مكرمشة، لإن الحبّاية المكرمشة بتفضل جامدة ما بتستويش، هاخده واغسله غسلة كويسة جدًا، وبعد ما غسلته غسلة كويسة جدًا هابدأ أنقعه، حُطّي مَيّة كتير بحيث إن المَيّة تغطّيه وتزيد، لإن طبعًا أثناء النقع هيشرب المَيّة دي ممكن كمان يحتاج أكتر، يعني خلال النقع كل شوية بتشوفيه شرب المَيّة ومحتاج مَيّة تاني والّا لأ. مدة النقع ما تقلّش عن 8 ساعات، ممكن تزيد عادي براحتك، لكن أقل مدة هي 8 ساعات. أنا مثلًا هنا هانقعه من بالليل للصبح، خَد معايا حوالي 14 ساعة. طبعًا كل ما نقعتيه أكتر، كل ما ما خدش وقت في التسوية، وكل ما استوى بسرعة. أنا بعد ما نقعته حوالي 14 ساعة، خدته صفّيته كويس جدًا من المَيّة، وهاحطه في الحلة أو في الدماسة اللي إحنا هنعمل فيها. على فكرة أنا أساسًا هاسويه في الدماسة، بس حبيت أعرض معاكم المكونات الأول في الحلة، وهي نفس الخطوات هيها ما فيش أي اختلاف. أبدأ أضيف عليه شوية إضافات، أول حاجة معايا نُص كوباية من الفول المدشوش، هو الفول اللي إحنا بنعمل بيه الطعمية، ده اللي هيدّيني القوام التقيل للفول. خدته غسلته كويس جدًا وحطيته ما نقعتوش، وكمان معايا نُص كوباية من العدس الأصفر، برضه غسلتها على طول وحطيتها. وكمان جزرة متوسطة مبشورة، كمان معايا بشر طماطماية، طماطماية كانت كبيرة، وعصير نُص ليمونة، لو الليمونة كانت صغيرة يبقى تحطّي عصير ليمونة صغيرة. خلّي بالِك إن العصير الليمون مهم جدًا لإنه بيمنع إنه يتأكسد أو يتغيّر لونه ويسوَد منِّك، كمان الطماطم والجزر بيدّوا لون حلو جدًا في الآخر، كل الإضافات دي بتدّيكِ في الآخر قوام ولون حلو جدًا للفول. بعد كده هابدأ أزوّد عليه المَيّة تكون مغلية، يعني عشان خاطر أول ما نحطه على البوتاجاز يغلي على طول ما ياخدش وقت، فهازوّد عليه المَيّة مغلية، دي هتبقى مَيّة السِوَى، زوّدي مَيّة شوية حلوين لحد ما تغطّيه وتزيد كمان، لإنه لسه هيشرب مَيّة أثناء السِوَى، زي ما أنتِ شايفة معايا كده. وأنا لسه هانقله في الدماسة، أنا بس باحط المكونات قدّامِك عشان تشوفي كل الخطوات، لإن صعب أصوّرها وهي في الدماسة زي ما أنتم شايفين كده، وطبعًا ممكن يحتاج مَيّة تانية أثناء السِوَى هنشوفها كل شوية. المكون بقى اللي هيخلّيه يستوي معاكِ بسرعة ويخلّيه زبدة معاكِ، ربع معلقة صغيرة من الbaking powder، زي ما أنتِ شايفة كده. أنا أول ما حطيتها عملت فوران بسيط، لإن طبعًا في ليمون، بتحطيها وتقلّبيها كويس جدًا مع الفول، وبعد كده بتبدئي ترفعيه على البوتاجاز. أنا هنا كنت نقلته في الدماسة زي ما أنتم شايفين، ورفعته على النار، ولازم تكوني مواربة غطا الدماسة عشان ما تفورش منِّك. هنا خلاص بدأ يغلي زي ما أنتِ شايفة معايا كده، هاسيبه مثلًا يغلي غلوتين كده، وهاوطّي النار على الهادي جدًا. أنا حطيته على العين الصغيرة في البوتاجاز، ووطّيت عليه النار على الهادي جدًا. عايزة أقول لِك عشان اللون ما يغمقش منِّك ما تفتحيش عليه كتير، أنا مثلًا هنا بدأت أفتح عليه بعد أكتر من مرور ساعتين ونُص عليه، عشان أشوف محتاج مَيّة والّا لأ، لو كان محتاج هابدأ أزوّده. وطبعًا المَيّة اللي بتزوّديها لازم تكون مَيّة مغلية، ما ينفعش تكون مَيّة باردة، لإن وقتها هيسوَد منِّك الفول، يستمر في مرحلة الغليان ويبدأ يستوي، يبقى هتزوّدي المَيّة لازم تكون مغلية. هنا كان بعد مرور حوالي 4 ساعات بدأت أشوفه وكان خلاص استوى معايا، بس أنا كنت عاوزة القوام يتقل، فهاسيبه حوالي نُص ساعة كمان وارجع أشوفه. يعني أنا فتحت المُجمل حوالي 3 مرات على الفول، وخلاص هنا كان بعد مرور حوالي 4 ساعات ونُص، كان الفول استوى زي ما أنتِ شايفة كده، وكان عبارة عن زبدة، وقوامه تقل زي ما أنا عايزاه، وخد اللون الحلو بدون إضافة أي توابل، أي كركم أو بابريكا، والفول مستوي على الآخر، والقوام تقيل جدًا، واللون تحفة زي ما أنتِ شايفة معايا كده. يعني هو خَد معايا حوالي من 4 ساعات ونُص ل5 ساعات بالكتير، وكان استوى معايا زي ما أنتِ شايفة كده، وخَد اللون الجميل ده. أنا ما ضفتش عليه أي كركم أو أي أنواع من التوابل أو بابريكا أو أي لون صناعي، وزي ما أنتِ شايفة كده القوام تقيل، وده طبعًا بفضل الإضافات اللي إحنا حطيناها، وأولهم كان الفول المدشوش هو اللي بيدّيه القوام اللي عامل زي الغِرا كده، وخَد اللون الحلو اللي أنتِ شايفاه ده بدون الإضافات، وطبعًا استوى معايا على الآخر زي ما أنتِ شايفة. بجد اعمليه في البيت بالطريقة دي أحلى وأنضف من الجاهز مليون مرة، وضامنة كل المكونات اللي اتحطت فيه وكل حاجة، وبدون إضافة أي ألوان صناعية أو توابل أو نشا. وزي ما أنتِ شايفة الحباية دايبة والقشرة دايبة على الآخر، بتتهرس بكل سهولة زي ما أنتِ شايفة معايا كده، وهو ما خدش وقت كتير على البوتاجاز، وكل حاجة كانت تمام، وطبعًا بقوام ولون جميل جدًا، بس اتبعي كل الخطوات اللي إحنا قلناها في الفيديو.
اعمليه وخزّنيه في أكياس وحطيه في الفريزر وطلّعي منه على قد وجبة السحور بالضبط، كل ما تحتاجي هتطلّعي كيس منه. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تدعموني بلايك على الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد، وكل سنة وأنتم طيبين.